انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه يا مرات اخويا؟ نسخه ايه؟ انت ازاي اصلا تطلع نسخه على المفتاح؟ عادي يا مرات اخويا، مش شقه اخويا. هو اللي شقه اخوك يا وكاله من غير بواب يا ابني عشان تعمل عليها مفتاح؟ طب بقول لك ايه يا مرات اخويا، كده اعملي لي غدا قبل ما اخش اخد دش واطلع. مرات اخويا تخش فين؟ استنى هنا عندك يا وكاله من غير بواب ولا هي سايبه؟ تدخل فين يا ابني؟ اخوك مش موجود. يا مرات اخويا، دي شقه اخويا يا مرات اخويا، يعني عادي. هو اللي انا واخويا واحد. هي عشان شقه اخوك تطلع تبرطع فيها وتدخل تستحمى كمان؟ يا بجحتك انت بجح قوي. بقول لك اخد دش عشان عندنا الميه مش شغاله فوق، بس اخد دش كده يا مرات اخويا، وبعدين دي شقه اخويا يعني. تدخل فين يا ابني؟ مش هينفع، انا تعبت. هو ايه اللي مش هينفع؟ انتوا كل شويه رامين قهركوا عليا يا ابني، ما ينفعش كده، انا لسه عروسه جديده. معلش بس يا مرات اخويا، اخد دش بس كده واعملي لي كده فراخ ويعني وظبطي الدنيا كده يا مرات اخويا قبل ما لا ده انت ما عندكش ريحه الدم. تدخل فين يا ابني؟ يا مرات اخويا عيب يا مرات اخويا، بقول لك هخش بقول لك اخد ايه، ما دش تخليش وبعدين ارن على اسلام وبعدين انا ممكن البس هدوم اخويا عادي. تلبس تمام، هدوم اخوك؟ واخش دولاب اخويا وانام في اوضه اخويا عادي يعني يا مرات اخويا. لا انا مش هسكت على الموضوع ده، لما يجي اسلام لازم يوضع لي حل للموضوع ده. يلا يا مرات اخويا بس عشان احمد عدي يومك يا احمد، يلا انزل عند امك. بقول لك يا مرات اخويا، عايز اخد دش يا مرات اخويا، عندك هنا كده وشها، وبعدين عندك الحمام حلو يعني، حمام اخويا حلو. يا ابني تدخل فين وينفع الكلام اللي انت بتقول عليه ده يا ابني؟ ما ينفعش كده، احترم كده يا نفسك. مرات اخويا بقى هتتعبيني. تمام، وانا عايز اخد دش كده وعايز اكل عشان امي ايه. يا ابني لو اسلام نايمة طلع يا فوق. ابني ولقيتنا في الشقه معايا يقول عليا يعني ايه؟ مش هيقول عليكي حاجه بقى، وبعدين ده اخوك، قولي له ده اخوك وبتاع وكده. هو ايه اللي قولي له ده اخوك؟ استنى يا ابني هنا يا ابني، انا تعبت من افعالكم، هتنزل عند امك. بقول لك ايه، تعبت ما تعبتيش، انا هخش اخد دش. تخش فين يا ابني؟ استنى هنا. لا انت كده يا مرات اخويا مش نافع معاك ولا احترام ولا ادب. ياما اما ياما ايه يا واد يا احمد؟ تعالى يا اما شوفي دي ياما. ايوه وانا في ايه؟ يما. خدتك تجري على السلم. ياما ايه يا جاي اسراء؟ ياخد دش هنا ياما، وبقول لها اعملي لي اكل برضه في شقه اخويا، بتقول لي اصل مش هينفع وكده، مش عايزه ايه يا أدخلني اختي؟ شقه اخويا ياما. مش ايه يا اختي؟ يا حماتي ما ينفعش، ده داخل ايه يا اختي اللي ما ينفعش؟ مش موجود. ايه يعني يا حبيبتي؟ ده بيت عيله يا حبيبتي، وانت مش عارفه انك جايه بيت عيله ولا ايه؟ يا حماتي ما قلتش حاجه، هو ماشي كده يا واد عشان استني خاطر بس. مقفل الباب ده، ما اشوف عايزه ايه؟ البيت بيت ابونا والغربه هيطردونا ولا يا ايه؟ حماتي ما قلتش حاجه والله، بس ما ينفعش يطلع واسلام مش موجود يقول عليا ايه؟ هو ايه اللي هيقول عليك ايه يا اختي؟ لا بقول لك ايه؟ بصي لي هنا، انا ابني يا حبيبتي محترم، اوعي تفكري يا بنت ان ابني شمال. انا ما قلتش شمال يا حماتي، ما تقوليش كلام انا ما قلتوش. امال ايه يا اختي؟ يا اسلام يقول وما يقولش، ده بيت عيله يا حبيبتي، المفتاح بتاع الشقه بيبقى محطوط من بره، مفيش حد بيشيل مفاتيح وبعدين هو يعني خارج. هيطلع نسخه على المفتاح يعني؟ هو انت خدتي منه المفتاح؟ انت انت خدتي عايزاني منه الاقي المفتاح؟ مفتاح باب شقته وطالع عليا لو فكرت المفتاح بتاع اخوه، ما عندناش حاجه يا حبيبتي بتاع حد لوحده هنا، كله مع بعضه، ده بيت عيله كله مع بعضه. واسلام بقى موافق على الكلام ده؟ اه يا حبيبتي وافق، ما يوافقش ليه؟ ده بيت عيله يا حبيبتي، عارفه يعني ايه بيت عيله؟ خش يا ورا خد لك الدش على بال ما تجهز لك الاكل، اعملي له احلى اكل، وبعد كده بعد ما تاكل بخش اريح شويه. ناس ما ينفعش فيها غير ضرب العين. يلا لازم على أجيب ماما بالعين. تاكل. يا حماتي ما ينفعش الكلام ده اللي انتوا بتعملوه ده. هينفع يا اختي، مفيش حاجه اسمها مش هينفع، اعملي له الاكل واعملي لي فنجان قهوه مانو عشان دماغي مصدعه. فنجان قهوه ماما؟ لا لما يجي اسلام بقى انا مش هسكت على اللي بيحصل ده. الدنيا في شكلك صدعتيني، عيله رخمه، دي ايه البلوه اللي جت اتحدفت علينا دي؟ جايه تتحكم فينا ولا ايه؟ الواد طالع عند اخوها تتحكم فينا. طيب ايه يا حماتي؟ ايه يا اختي؟ بقول لك ايه يا حماتي، يعني يرضيك اللي احمد عمله دوت؟ انت يا بنت ما عملتيش القهوه ليه؟ ما لقيتش قهوه. ما لقيتيش القهوه؟ اه ما لقيتش ليه يا اختي؟ يامك ما جابتلكيش بن؟ مش المفروض ان امك بتجيب لك بن وتجيب لك مكرونه وتجيب لك الحاجات بتاعه الخزين؟ لا والله ماما جابت لي كل حاجه، بس وارد يعني ان الحاجه تخلص، مش هتفضل دايما يعني معايا. ليه؟ ما انت لسه جديده، لحقتي شربتيها؟ حماتي مش موضوعنا القهوه دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي على اللي احمد عمله. هل ده ينفع؟ اه يا حبيبتي ينفع، ولو ما نفعش انفعه انا. طب ومين اللي تقبل بكده؟ انا اهلي لو جم وشافوا الوضع دوت مش هيخلوني اعيش لحظه مع اسلام. يا اختي براحتك عادي، تمشي انت يجي غيرك. امشي عادي غيري؟ اه، انت مش راضيه بالوضع، غيرك هتقبل بالوضع. اللي عايزه يا حبيبتي تعيش بتعيش، اللي عايزه تعشش بتعشش، أعشش واللي عايزه وأعشش. تطفش بتطفش. هو اللي انتوا بتعملوه ده ينفع؟ هو انا واحده من الشارع ماليش اهل، انا بنتي ناس على فكره. حبيبتي من اول البوابه اللي تحت خالص في الدور الارضي، من اول ما تخشي كده باب، ما في كل شقه تطلعيها مفتاح الشقه فيها، اللي عايز يدخل بيدخل، ما عندناش احنا واحده ست تقعد كده ولا كده والكلام العبيط دوت. البسي طرحتك وتقعدي كده، شايفه انا قاعده ازاي؟
شايفه انا طالعه ازاي؟ انا خارجه دلوقتي. راعي شعور حتى ان انا لسه عروسه ما كملتش الشهر. طب ما خلاص يا حبيبتي، خلاص خدتي وقتك، سيبناكي اسبوع لحد ما ابني نزل الشغل، جوزك نزل الشغل، خلاص ما بقيتيش عروسه جديده يا حبيبتي، خلاص كده قدمتي خلاص. ايه هتعيشي اللحظه ولا ايه؟ خلاص خدتي وقتك كده، كفايه عليكي. لا 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 انا مش هستحمل كده بجد. لما يجي اسلام يشوف الحل في الموضوع ده انا مش هرضى بالواقع ده بصراحه. ما ترضيش يا بس كده. ان شاء الله ما رضيتي، دي النسيبه دي اللي احنا فيها دي. عماله اقول لك اعملي لي قهوه عشان دماغي صدعت، ده دماغي صدعت منك انت، والاخر تقولي لي القهوه خلصت ودلوقتي مش عاجبك الحال. ليه يا اختي مش عاجبك الحال ليه؟ مش اسلام ده اللي كنت بتحبيه يا اختي؟ انا عايز اسالك على حاجه واحده، انت لو عندك بنت ترضي ان حماتها تعمل فيها كده؟ تعمل ايه يا اختي؟ انت محسساني ان انا يا اختي بقطع في جدتك ليه؟ ايه المشكله يعني ان انت سلفك دخل وعايز ياكل ويشرب في بيت اخوه؟ ايه يعني؟ ماشي بس جوزي مش موجود. عادي. ازاي جوزي مش موجود؟ يا سلام، هو سلفك ده زي اخوكي؟ هو سلفك دوت اساسا ايه يعني؟ ما هو متحرم عليكي برضه. انا مش فاهمه اللي احنا فيه ده الكلام ده منين؟ معلش يا حبيبتي، كل واحد وله سلو، وكل واحد في بيته كده له حاجات معينه كده، طقوس معينه. احنا دي طقوسنا، احنا دي الطقوس بتاعتنا. ايه اسلام ما قالكيش عليها؟ مش عارفه انك قاعده في بيت عيله؟ عارفه ولا مش عارفه؟ عارفه يا حماتي. طيب يا اختي امال ايه؟ خلصتي بقى اللي عندك ولا قاعده لسه بقى مستنيه الغدا كمان؟ لا، ما انت ما فيش حاجه اسمها غدا، انت ما فيش حاجه واحده بتطبخ في البيت هنا. انت حتى لو طبختي في الشقه بتطبخي وتنزلي الاكل كله تحت، ما فيش اكل في البيت. انزل الاكل كله فين تحت يا حماتي؟ ما عنديش انا واحده ست تقعد تاكل في شقتها، انت بتطبخي على بوتاجازك وبتستخدمي حاجات من عندك وبتنزلي الاكل كله على الصينيه وبتنزلي بيه، كلنا بناكل مع بعض. انت عايزاني انزل جهازي وطباقي وعفش جهازي الجديد تحت؟ وماله يا انا اختي؟ لسه عروسه جديده؟ لسه عروسه جديده وايه يعني يا حبيبتي؟ اخويا مش ابني ماضي عليه يا حبيبتي؟ ابني ماضي ولا لا؟ قبل ما تكتبوا الكتاب كده مش ممضينه على قايمه قد كده؟ انا ما قلتش حاجه. طيب يا حبيبتي امال ايه؟ ابني ملزوم بالحاجات دي، لو حصل لها حاجه ابني هيجيبها غيرها، ده يعني لو حصل حاجه، لكن طول ما حصلش حاجه خلاص. انا مش عارفه انت بتعامليني كده ليه؟ انا اقول لك كاني واحده من الشارع. استغفر الله العظيم، انت البن خلص عندك صح؟ خلص عندي يا حماتي. قومي اعملي حاجه ساقعه. حاجه ساعه ايه؟ انا هستنى بسم الله. ايه ده امي؟ في حاجه ولا ايه؟ بتزعق مع مراتي ليه كده؟ خلاص اللي انتوا بتعملوه يا حماتي قولي لاحمد ينزل بقى، عايزه ايه ده ايه ده؟ امي؟ اسلام تعالى عامله ايه حبيبي، يا امه؟ تعالى اخبارك ايه؟ تعالى ازيك يا اسراء؟ تعالى. عامله ايه؟ اقعد يا حبيبي. في ايه شايفكم بتزعقوا من على الباب بره؟ صلى على النبي يا عليه اسلام. الصلاه والسلام. هي مراتك يا حبيبي مش عارفه ان انت قاعد في بيت عيله؟ ايوه عارفه، في ايه يا بنتي؟ اخوك جاي يفتح الباب وداخل عايز يدخل الحمام عشان الحمام تحت مش فاضي. اه. تقول له انت داخل هنا ازاي ومش داخل هنا ازاي واخوك مش هنا؟ هو اخوك وحش يا ابني؟ انت عملت كده؟ يا اسلام ده مطلع نسخه على المفتاح. طب وايه المشكله فيها ايه ده اخويا؟ المشكله؟ ايوه فيها ايه؟ يعني انت رد فعلك عادي كده يا اسلام؟ يعني انت قصدك ايه بالكلام ده يا اسراء؟ ده اخويا طالع يخش شقتي زي ما هو عايز. ده طالع يستحمى وطالع يتغدى وطالع ينام ازاي؟ طب والمشكله ما يستحمى؟ شقه اخوه وبيتنا، يخش زي ما هو عايز ويخرج زي ما هو عايز في الوقت اللي يعجبه. بس انا عروسه جديده يا اسلام، فين حريتي؟ يعني ايه عروسه جديده يعني؟ يعني افضل انا لابسه براحتي قاعده براحتي، ليه ان حد يطلع يضايقني؟ وانت تلبسي براحتك كده وانا مش موجود. انت طالما انا مش موجود لبسك المحترم قاعده بتتفرجي على الشاشه يبقى قاعده في حالي، ليه وانا مش موجود تلبسي حاجه زي كده؟ قول لها يا ابني انا لابسه ازاي وقاعده ازاي؟ مش انت مش شايفه امي؟ قول لها انا قاعده ازاي؟ اسلام المبدا مش كده، انا بتكلم عن المبدا نفسه اللي اخوك عمله، ازاي يطلع وانت مش موجود اصلا؟ انت مجنونه يا بنتي؟ اخويا يخش زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه طالما انا مش موجود. شقتي هي شقه اخويا وشقه اخويا هي شقتي. انت ما عرفتنيش بالكلام ده قبل ما تتجوزني يا اسلام. وانا مش لازم اعرفك، شقتي وانا حر فيها وبيتنا واحنا حرين فيه، انت ليكي كل حقوقك تاخديها، غير كده ما تجيش انت تتكلمي في اي حاجه. ودي مين دي اللي هتقبل بالوضع ده؟ انت مالك انت وايه اللي مين دي تقبل بالوضع ده؟ انا اعمل اللي انا عايزه انا مش وامي واحده من واخواتي. الشارع على فكره يا اسلام، انا بنت ناس. ما هو عارفه كده مش هيخلوني اعيش معاك ثانيه واحده. اخويا بصلك بصه ما عجبتكيش، اخويا قال لك جمله ما عجبتكيش، بس انا مش هستحمل كده يا اسلام. رد عليا. اخويا قال لك حاجه ما عجبتكيش، بصلك كده ولا كده، لو بصلك كده ولا كده يبقى فيها كلام تاني، لكن طالما اخويا بيحترمك يخش زي ما هو عايز. لا بصراحه هو بيقعد يقل ادبه في الكلام. اخويا قال لي ادبه عليك في الكلام؟ قال انت لا بقى كده ابني ما بيقلش لو قال لي ادبه يبقى في كلام تاني، لكن ان انت تقولي اخويا ما يخشش وانا مش موجود والكلام ده يا ماما لا، انا اخويا حد محترم، ده انت اخته يا ابني عشان هي بتقول له ما تدخلش، قال لها ازاي دي شقه اخويا شقتي؟ فازاي بقى ان هي يقول لها كده؟ هي متضايقه عشان كده. اوعي تقولي جمله زي دي كده تاني. اخويا يخش شقتي طالما انا مش موجود في اي وقت، شقتي هي شقه اخويا. سمعت ولا لا؟
ده اخر كلام عندك يا اسلام؟ ايوه ده اخر كلام عندي. وعرفها يا ابني انت إن إحنا- غلطانه كده. عرفها يا حبيبي ان احنا هو فين احمد اصلا؟ يا احمد يا واد يا لا انت احمد غلطانه. يا اقسم أحمد. بالله لما امي تنزل بس انا هعلمك انت الله. ازاي تقول لاخويا ما يخشش. ايه ده يا يا اسلام؟ أحمد، عامل ايه؟ اخبارك اخبارك ايه؟ الدنيا. خدت الدش بتاعك؟ تمام والله. يا اي صدق خدمه. يا ام عندهم الدش، عندك الدش هنا حلو قوي والبانيو يا اسلام. كل يوم يا قلب اخوك لو عايز تستحمى تطلع تستحمى وانا مش موجود. اي حاجه عايزها في شقه اخوك خش خدها ومالكش دعوه. انا اللي بقول لك، سمعت ولا لا؟ يدخل فين يا اسلام؟ اللي انت بتقوله ده يا اسلام؟ انت تاني يا بنتي مش قلت لك انا واخويا واحد؟ هو انت اسمع يا بعيدة احمد، إيه؟ ثواني ياما ثواني ياما بعد اذنك. مش معنى كده ان انا اسيبك تخش شقتي وانا مش موجود يبقى عينك تروح كده ولا لا يا كده. اسلام انت عارف اخوك برضه. برضه انا لازم انبه عليك قدام مراتي. سمعتي؟ مراتك مش اخت، معنى ان انا بقول له. مراتك اخت خلي بالك يعني. سمعتي؟ اسلام انا مش هقبل بالوضع ده يا اسلام. يعني مش دماغي برادة. يعني انا مش هقبل بالوضع ده. لو انتوا عندكم بقى بيت عيله وانك انتوا تطلعوا وانك انتوا تنزلوا عليا، انا مش هقبل بالوضع ده. يا ازاي يعني انت اللي تمشي البيت ولا انا؟ يا اسلام انت راجل ولا انا؟ انا ما قلتش حاجه، بس انا عايزه حريتي في البيت. يعني ايه ياما الكلام ده ياما؟ رد انت بقى ياما عشان ما كسرهاش دماغها ياما. لا يا حبيبي استني استنى دماغي يا دماغها إسلام. ليه؟ هي مش عاجبها مع السلامه يا حبيبتي ونجيب غيرك، ايه المشكله؟ ده اللي هيبقى ردي. انا ما رضيتش اقولها فامي قالتها. فلو مش هيعجبك الباب مفتوح حضرتك يفوت 100,000 جمل. يلا يا سمعت حبيبي. ولا لا؟ راح انت شايف كده يا اسلام؟ هو شايف كده؟ انت تمنعي امي واخواتي يخش شقتي ولا ايه؟ تمام ماشي. كلامك صح الصح يا اخويا. خلوا امك بقى واخوك ينفعوك وانا مش عايز في بيت أدخل- أهلي. هينفعوني. اسمع اقول لك الجملتين ده انت عايز تروح بيت اهلك بمعنى كلامك كده. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. يعني انا لو منعت دخول اهلي هنا يبقى انا ماليش خير فيهم ومش هيبقى ليا خير فيك. صح. فانت اتفضلي حضرتك لو عايز تروح على بيت اهلك. ماشي يا اسلام، انا رايحه بيت اهلي. برضه؟ وليك ايوه يا اسلام، انا مش هقبل بكده قلت لك. وليك كلام تاني مع اهلي. اصل انا بنت ناس مش واحده من الشارع، يعني ليا اهلي يترد وانا عليا. قلت لك انت من الشارع؟ يمكن كده امك اسمع. فكرتني كده ولا حاجه. لا ما يا حدش أخي، بيفكر كده. احنا ما فكرناش ولا عملنا، احنا سلونا ده وطريقتنا هي دي. آه. عاجبك يا بنت الحلال كليها معانا بالحلال براحتك، مش عاجبك الباب يفوت 50 جمل مش جمل واحد. براحتك يا حبيبتي. عندك حق يا امي، عادي. عندك حق يا امي. ماشي. انت براحتك بقى يا اسراء، عايزه تلمي هدومك لمي هدومي. انا اخويا مش حد من اللي في دماغك. انت بايع القضيه خالص كده، زي ما تكون ما صدقت وجات لك على الطبطاب انك عشان تمشيه. امشيك ازاي؟ انت اللي بتعملي مشكله من بلا مشكله. صح. انت اللي بتعملي مشكله مش انا اللي بعمل مشكله. فكرتي بقى يا اختي لما تروحي عند اهلك وانت لسه عروسه جديده بقالك اسبوع هتقولي لهم ايه؟ وبشوفي هتقولي كمان بالمره للجيران ايه؟ هو ايه الكلام اللي مامتك بتقوله ده يا اسلام؟ اه يا حبيبتي الناس ما بتسيبش حد في حاله يا حبيبتي، عروسه بقالها اسبوع راجعه بيت اهلها ليه؟ راجع من افعالكم اللي انتوا بتعملوه. لا يا حبيبتي الناس مش هيقولوا كده، الناس هيقولوا عليكي معيوبه. براحتك بقى، انت شايفة حره. مامتك يا اسلام؟ انت حره ما انت اللي عامل المشكله يا بابا مش انا. انت اللي عملت المشكله. انت اللي عايز تعملي حوار وقصه. ليه تعملي كده؟ ما تقبلي بالعيشه وريحي دماغك. بالي بالعيشه. وانا مش واحده من الشارع ولا ماليش اهل ان انا اقبل. طب روحي المي هدومك، روحي المي هدومك يا ماما يلا. ماشي. روحي المي هدومك. خلي بقى امك واخوك اسمعي يفعلوا. يا مرات هينفعوية. اسمع يا اخويا دلوقتي عايزين الاكل اللي هي اللي انا قلت لها عليه. انتوا ما حطيتهمش اكل؟ والله انتوا عندكم ريحه الدم. ما عندناش ريحه الدم؟ ده انا هخلي يومك اسود يا بنتي ميتيني. خد يا الاكل أستاذ. يما الاكل. هعمل لك انا يا ولا مرات اخوك اللي فوق تنزل تعمل لنا. اصبر بقى، اقعد عشان اخوك انا مش عارفه هيعمل ايه لا معاك. حول ولا قوه الا بالله. هتقعد يعني ولا احنا جينا يما هتمشي؟ كده خربنا بيته يما يعني ولا بقول لك ايه، اللي عايزه تعيش بتستحمل، اللي مش عايزه تعيش يا اخويا هي اللي ما بتصدق. صحيح يا اما برضه انا إيه؟ جيت لها على الباب يما وعمال اقول لها يا مرات اخويا بالادب بالادب ما اتكلمتش ولا عملت اي حاجه يما بالادب. ده ما انا عارفاك يا حبيبي. انا بالادب يا عارفاك. بالادب بقول لها ايه؟ بقول لها يا مرات اخويا عايز اخد دش. يعني هي اللي كبرت الموضوع وخلت الموضوع اوفر قوي يعني. خلاص يا حبيبي سيبها، هي حره، هي حره براحتها. اللي انا بتعمل زعلان كده والله على براحتها. اسلام ان هو يعني عمل كده بقى. ليه يا حبيبي؟ ده اسبوع وهم جوزاه واحده تانية براحتها، هي حره، هي حره. ماشي يا اسلام، بقى بتبات دمك واخوك عليا. ماشي، انا بقى اروح بيت اهلي عشان اعرفك قيمتي. يلا لمي هدومك يلا. بلمها يا يلا مش اسلام. عايز كلام كتير. بلا بتبدي بلا ما بتبديش. انت اللي عملتي خراب بيوت يا اسراء. انا اللي عملت خراب. عشان قلت لك اخويا بيعتبرك اخته. تقولي تقولي ما يخشش ويخش. لا، اخويا لو بصلك بصه كده ولا كده يبقى في كلام تاني. لكن اخويا داخل بيقول لك انا عايز اخش اخد شاور عشان الحمام بايظ عندنا تحت. ما عملش حاجه غلط ولا بصلك ولا بنجح فيكي. لكن انت بتعملي حوار
انا لا. ما قلتش حاجه يا اسلام، بس كل فكره ان انا لسه عروسه جديده ما لحقتش افرح ان هو يطلع ويعمل كده، وكمان مطلع وش على المفتاح. يا بنتي فيها ايه يعني عروسه جديده يعني؟ يعني قدرت لي وانت مش موجود وانا قاعده لابسه حاجه كده ولا كده؟ هكررها لك تاني، طالما انا مش موجود في البيت تبقي قاعده بلبس محترم. افرض حصل ظرف كده ولا كده على غفله، انا موجود يبقى اعملي اللي انت عايزاه. ده المفروض اللي تعمله. ايا كان اللي حصل ينفع تعمل معايا كده قدام اخوك وامك؟ ما هو انت اللي حابه كده، انت قلت اروح بيت اهلي وانا بنت ناس. طب انا عارف ان انت بنت ناس، وانت لو ما كنتيش بنت ناس انا ما كنتش خدتك اصلا. فانت شوف بقى، عايزه تلمي هدومك لمي، عايزه تمشي امشي براحتك يا ماما. اه يا اسلام همشي، خليك مصمم على اللي في دماغك، انا هروح تمشي؟ بيت اهلي. ماشي ايه يا إسراء. اسلام؟ براحتك يا ياما. ايه كل ده بتلم هدومك؟ بتكلم معاها، عايزه تمشي براحتها. خربتها يعني وقعدت على طلاق فرحانين يعني؟ ما تقوليش خربوها. لا انت خربتها اللي يا خربت اسلام. بيتك بنفسك. خلاص يا هي اختي. تقولي لاخويا ما تخشش. ايه قله الادب دي؟ هي وزي ما قلة شفتوا أدب معانا يا فعلا. جماعه برضه هتردي. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه، هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ انا بعتبر اخويا هو اخوها، واخويا حد محترم، مش زي العيال كذا ولا كذا. لا، اخويا يخش شقتي عادي طالما هو حد محترم والدنيا تمام وبيت عيله. يعني مش في نيته حاجه غلط. هي طبعا فاهمه غلط، هي كزوجه حقها، بس انا اخويا مش وحش. فانتوا شايفين ايه يا جماعه؟ رد فعلي صح ولا غلط؟ ورد فعل امي صح ولا غلط؟ واخويا لما دخل وانا مش موجود، هل ده يصح ولا ما يصحش؟ وهل مراتي بقى رد فعلها صح ولا غلط؟ مستنيين الراي لكم انتوا. ما تنسوش تعملوا لكم مشاركه خاطر نشوف اراء الناس ايه، وصلوا على النبي في الكومنتات. وده يا جماعه مقصد من القصه ان اخويا صح وانا صح وامي صح ولا لا، يعني ومراتي برضو صح ولا لا. ما تنسوش تعملوا لكم مشاركه، والسلام عليكم.